السلام عليكم متابعين قناة قصة الكرام، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحة والسلامة والعافية. اليوم كيف العادة قصة جديدة، قصة اللي مليئة بالاحداث والوقائع والعبر. اليوم توصلنا بقصة ملاك. نخليكم الآن مع قصة اليوم يا أحلى متابعين. السلام عليكم، أنا سميتي ملاك، فعمري 19 سنة. الأم والأب ديالي مفارقين. الأب ديالي كيشتغل في شركة كحارس ليلي، والأم ديالي كتشتغل كخياطة، كتخيط الناس في الدار ديالها. سبب فراق الأم والأب ديالي، الأم ديالي ما كانتش راضية بالوضعية ديال الأب ديالي، بحكم أنها باغا شي واحد لاباس عليه وتكون بحال خالاتي اللي واخدين رجاله لاباس عليهم ومعيشينهم في الخير. كانت باغا بأي طريقة توصل للمستوى ديالهم. الأب ديالي كان موفر لينا كل شيء وكيدير اللي في جهدو باش يعيشنا أحسن عيشة. الأم ديالي بالرغم من هادشي كامل ما كان كيبان لها والو، كانت باغا غير الفلوس وتوصل لخالاتي بأي طريقة. كانت كتخدم بالليل والنهار لدرجة انها ولات هاملة الدار، هاملة كلشي غير باش تخرج من دار الكرا، باش تسمى حتى هي انها عندها دارها، انها ما ساكناش في دار الكرا، تكون بحالها بحال خوالاتي. الاب ديالي كان مسكين كيدير اللي في جهدو، اللي بغاتها كيجيبها لها وما كان كيعجبها حال. وخالاتي تا هما الله يهديهم كانوا تا هما كيحرضوها، بحكم انهم كانوا لاباس عليهم ولاو ما راضينش بها. فما كيجيو كيبقاو يلوحوا لها الهضره، كيبقاو يقولوا لها اشنو هادشي، فين عايشه نتيا، وهادي وهادي. الام ديالي كانت كتسمع لهم بزاف وداكشي كان كيأثر عليها. غير كيجي الاب ديالي كتبدا تناقر معاه، اشنو هادشي ما كافينيش، الفرصه ديالك ما قاداني في والو، انت ماشي هادي، انت ماشي راجل، انت ما قادش تحمل المسؤوليه ديالي، وبزاف الحوايج وبزاف الهضره. والاب ديالي كان صابر ليه بزاف ومتحملها بزاف. الاب ديالي ولا كيتفادى انه يدخل للدار، فدرجة واحد العام انه ولا غير في الصورة فقط كيجيب لها داكشي اللي قسم الله وكيغبر، ما بقاش كيبغي يدخل للدار كاع. والام ديالي كانت باغا اي طريقه تطلق منه باش حتى هي تشوف راسها، كتقول لهم انا باقا صغيره باقا نجيب السيد سيداك وهادي وهادي. وتا خالاتي الله يهديهم حتى هما كانوا كيزيدوا لها فيه. وبقينا هكاك مده عامين وديما صداع، ديما المشاكل. الاب ديالي صبر تاعي وشاف تاعي واختار اللهم يطلق هو بها ولا يبقى في صداع الراس. انا ديك الساعه كنت في عمري 15 عام، ما كنتش فاهمه بزاف د الحوايج. كنت كنقول علاش الاب ديالي والام ديالي تفارقوا. ما كنتش كنفهم بزاف د الامور. كانوا كيبنوا ليا صحاباتي الام والاب ديالهم كيجيو المدرسه، انا لا. كانت كتبقى فيا غصة في قلبي، كنقول علاش انا الاب ديالي والام ديالي ماشي بحال هكا، ما كيجيوش ليا المدرسه، ما كيديروش ليا، ما كيفعلوش ليا. ايوا عشت هكاك. الام ديالي ملي طلقت مع الاب ديالي مشات تجلس مع الخاله ديالي، سكنت معها في الفيلا ديالها. الخاله ديالي ولات كتعاملها بحال الخدامه، الام ديالي كتشقى عليها وكل شيء. بقينا على هذا الحال مدة عامين. فاش وصلت لسن 17 سنة الأم ديالي تعرفت على واحد الراجل، تزوجات بيه، تا هو لاباس عليه. كانت الأم ديالي كتحلم أنها غتعيش بحال الأميرة، غتعيش داكشي اللي ما عشتوش مع الأب ديالي. أنا كنت رافضة، كنت كنشوف الأب ديالي هو القدوة، هو كل شيء، كنت باغا بأي طريقة أنهم يرجعوا.
الأم ديالي مشات سكنات مع الراجل ديالها، وأنا بقيت مع الخالة ديالي، بحكم أن الزوج ديالها رفض أنني نسكن معاها في الدار، بحكم أنه كاذب على دارهم أنه ما فايتاش مزوجة وما عندهاش ولاد، بقاو مخبيين هاد السر، وأنا بقيت هكا ساكنة مع الخالة ديالي، وحتى حد من عائلته ما عرف أن الأم ديالي راه عندها بنت أولا فايتة مزوجة ومطلقة. بقاو على هاد الحال، ولدات مع الولد الأول، وكنت كنبغي نمشي عند الأم ديالي وكتقول لي لا ما تجيش أنا نجي عندك، وكانت خايفة بزاف أنه السر ديالها يتعرف، وحتى الزوج ديالها كان رافض أنني نجي أولا هادي باش ما يتفضحوش بأنها راه فايتة مزوجة ومطلقة وعندها بنت. وبقينا على هكا، كتجي تشوفني غير عند الخالة ديالي، أنا كنت كنشوف راسي عايشة في نقص، كنبغي الأم ديالي ما كنلقاهاش، الأب ديالي حتى هو مشى ودار دارو، ما بقاوش مسوقين ليا، وأنا بقيت عايشة هكا عند خالاتي. هاد خالتي اللي كنت عايشة معاها كنت كنشوفها كيفاش كتعامل مع الأبناء ديالها، وكان كيبقى فيا الحال كنشوف ولاد خالاتي هكا كيكبروا قدام والديهم، أنا لا. وداك الفراغ اللي كان كنت كنفرغو في القراية، كنبغي نقرا ونترسم وهادي وندير مستقبلي تانا، وبقيت على هاد الحالة حتى واحد النهار الأم ديالي كانت مريضة بزاف، وكنت قلت لا ضروري خصني نشوفها، وكانوا كلشي كيمنعني كيقولي لا انتي ما خصكش تمشي راكي عارفة شنو كاين. بقيت هكا وكنت كنبكي كنقول علاش حتى انا ما نمشيش نشوف الام ديالي، علاش هادي علاش هادي. داز الايام هكا وصلت للباك، هنا الام ديالي كانت مره بدات كتبعد، ما بقاش كيف ما كانت كتهتم بيا، ولات مهتمه غير براجلها وولدها اللي تزاد، وانا هملاتني، وكنت كنشوف هكا وكنت كنحس ديما بالنقص. فانا قلت لخالتي انني قررت بغيت نمشي نعيش مع الاب ديالي، وهنايا كانت الصدمه الثانيه ليا. مشيت عند الاب ديالي قلت ليه راه باغا نعيش معاك، قال لي مرحبا بنتي رحب بيا، مي مرتو ما كانت قابله، كانت رافضه انني نسكن معاهم. كتقول لي انتي ماماك لاباس عليها، علاش ما تمشيش تسكني مع ماماك وتكوني او تعيشي احسن من هنايا، علاش بالضبط هنا؟ انا ما عجبنيش هكاك الحال وشدت عييت ورجعت عند الخاله ديالي. الخاله ديالي ولات كتلاحظ بانني ما بقيتش كيف ما كنت، صحتي غادا وكتمشي، ما بقيتش كنضحك، ما بقيتش كنجمع، ما كنبغيش نجلس مع حتى شي واحد، وليت غير ساده عليا، وكانت كتحاول تواسيني تقول لي خصك تقراي، خصك ديري مستقبلك، خصك هادي. والصراحه الام ديالي كانت ما مخصاني من والو، ديما كتعطيني الفلوس في يديا، غير هي أنها باش تكون معايا فلا الفلوس ها هما، باش تكون معاك ولا تحس بيك ولا ما كاينش داك الشي. فأنا اتجهت اتجاه آخر، تعرفت على شي وحدين وكانت عندي حتى الفلوس اللي كتعطيني الأم ديالي، وليت كنكمي بيهم، وليت كنكمي بيهم، كنشري بيهم البلية، وليت بزاف د الحوايج. خالتي شافت هكاك ما عجبهاش الحال، فما بقاتش باغا تشدني كاع عندها في الدار، قالت لي ما عندي ما ندير بشي وحدة كدير الإدمان هنايا. فداك النهار ما عمري ما ننساه، جرات عليا مع 9 الليل وبقيت هكا جالسة في الشارع، والأم ديالي ما تحركات، كانت خايفة من راجلها أو عائلة راجلها بالخصوص، أنهم يعرفوا أنها عندها بنت وراجلها كذلك.
بالحق هو مسكين مكانش كان لي بغيتها كيصيفطها مع الأم ديالي كيعطيها الفلوس كيقولها كيتهلاي فيها وهادي، ولكن باش تجي عندي تعيش معايا فلا، فأنا منقدرش زعما يعرفو العائلة ديالو أنها عندها بنت، فبقيت هاكا، مشيت عشت في الزنقة وليت كندير لا دروغ وليت مدمنة ديال بصح، يعني مكنفيقش. فبقيت على هاد الحال وخرجت على راسي وعلى المستقبل ديالي، حتى الأم ديالي مبقاتش كيف ما كانت كتحاول ما أمكن أنها تلقاني ولا تعتق الموقف، فكان فات الفوت ديك الساعة لأنني خرجت وخليت المدينة ومكانت مسكينة مخلات فين قلبات عليا، وحتى الخالة ديالي لي كانت جرات عليا قلبات عليا مسكينة وهي لي دخلتني لمركز باش نتعالج حيت كانت كتشوفني كنضيع بزاف، دخلتني نتعالج مدة 3 سنين وأنا كنتعالج من الإدمان وكانت كتقولي خصك تقراي وتشوفي المستقبل وكنت نسايع عليك أي حاجة ووقفات معايا مسكينة لا هي لا راجلها لا ولادها صراحة وقفوا معايا، والأم ديالي كانت باغا تكون معايا ولكن ماشي بيدها، كانت خايفة أنها تخسر راجلها، وبحكم أن راجلها تا هو خايف من دارهم أنهم يعرفوا أن الأم ديالي عندها بنت وهو مخبي عليهم وبزاف د الأمور، وأنا كنت كنقول علاش أن الأم ديالي ما قادراش تواجه عائلة راجلها بأن راه عندها بنت، وكنت كنقول علاش أنا شنو ذنبي أنا ما يكونش عندي الأب والأم ديالي حدايا وبزاف د الأمور، مي الحمد لله لقيت خالتي اللي وقفت معايا هي وراجلها حتى تعالجت ووليت بخير وكملت الدراسة ديالي وفتحوا لي واحد المحل صغيور وليت كنبيع ونشري فيه ونترزق الله، وبعدت على هداك الإدمان وكننصح أي واحد واخا يكون المشكل اللي كان ميتجهش للإدمان، وهذه هي كانت القصة ديالي ونتمنى تاخدو منها عبرة، أنا كون ملقيتش خالتي اللي وقفت معايا علم الله فين وليت دابا، وكون ملقيتش خالتي كون راه مشيت حياتي تضيع بزاف د الحوايج، وكنصح الأمهات أنهم ماشي يتخلاو على ولادهم، من حقهم يتزوجو من حقهم يطلقوا ولكن الولاد هما اللي كيكونوا ضحية.